ندخل في المرحلة اللي بعد كده ونبدأ نقول إن إحنا عايزين نعمل إيه؟ نعمل الخطوة التانية وإن إحنا نعمل هنا قال لك إن أنا عندي untracked files. طيب حلو خلاص تعالى نخليها tracked. قال لك بسيط، هتكتب أمر اسمه get add وتكتب اسم الفايل file دوت txt. تمام. لو جينا هنا بقى نكتب get status هيقول لي هنا ايه؟ ان انت عندك خلاص الفايل اللي ما كان معمول له untracked دلوقتي بقى بيقول لك ان انا عندي changes to be committed، محتاج يتعمل له commit. خلاص يبقى انا كده حولته ايه؟ من untracked كده انا وديته للستaging اريا عن طريق الجيت اد. حلو، عايز ابدا اعمل له commit. اقول لك بسيط، تعالى اكتب get commit داش ام ودي معناها مسج دبل كوتيشن، وتبدا تكتب مثلا لما تقول مثلا ايه اد فايل واحد مثلا. تمام، ونعمل انتر. حلو، فكده ذكر لك قال لك ايه؟ ان انت خلاص عندك عند الماستر، ومش مهم تعرف يعني ايه الماستر والحاجات دي هعرفها لك دلوقتي. اقول لك ان انت عملت اد فايل واحد وجيت تلاحظ العلامه اللي كانت هنا راحت. فلو جيت هنا قلت انا عندي جيت ستاتس، هنا هيقول لي ايه؟ nothing to be committed working tree is clean. تمام حلو. هاجي هنا اكتب امر واللي من خلاله عايز اعرف الهيستوري او الحاجات اللي انا عملتها، مين اللي عمل التواريخ الكلام ده. فلو انا جيت قلت جيت لوج، حلو، هنا هيعرض لي كل حاجه خاصه بحيث مين اللي عمل التاسك ده، اتعملت امتى، الهيستوري بتاعها، الكومنت ايه اللي اتعمل، ايه الكومنت اللي اتحط، وكمان حاطط لك ايه حاجه اسمها الهيد والماستر، هنعرفها قدام شويه. تمام. طيب حلو، ده بيمثل الاي دي الخاص بالملف. طيب حلو، لو انا جيت هنا مثلا وجيت عملت هنا ضفت ملف تاني وليكن فايل 2 دوت تي اكس تي. تمام، لو جيت هنا بص هلاقي على طول اتعمل له ايه؟ انتراكد. طيب حلو، عايز ابقى اعمل له تراكت، فانا هاجي هنا واقوم قايل له ايه؟ ان انا هعمل جيت اد للفايل 2 دوت تي اكس تي. حلو، فبالتالي عملت له تراكت. فهنا هتلاقي الايه؟ العلامه هنا اتغيرت، وقال لك ان انت هنا دلوقتي عايز تعمل له ايه؟ كومنت. فاجي هنا اقول له تمام، اعمل جيت كومنت داش ام وادي له المسج اللي انا عايز اعمل بيها كومنت وليكن اد فايل 2. تمام، هاجي اعمل هنا بقى جيت لوج، هلاقي عرض لي ايه؟ عرض لي الاثنين كومنت اللي انا عملتهم بس الترتيب من الاحدث للاقدم. يعني بيعرض اخر كومنت انا عملته اللي هو الاد فايل، وبعد كده يبدا يعرض لي ايه؟ الفايل الثاني. تمام. فرضا دلوقتي مثلا انا جيت هنا ورحت عند فايل واحد، ولا جينا نبص احنا عندنا اثنين فايل، رحت عند فايل واحد وليكن عدلت وكتبت ايه؟ هلو هلو وورد. تمام، وعملت سيف. حلو، هنا هيعتبر الموضوع مختلف شويه. في حاله لو انا جيت هنا وقمت عامل ضفت ملف ثالث وليكن فايل 3 دوت تي اكس تي. تمام، هتيجي هنا تلاحظ هتلاقي في حاجه مختلفه، هنا حرف يو وهنا حرف ان. وتعالى هنا بقى اشرح لك ايه الفرق ما بينهم. هنا في حاله ان انا بعمل انشاء لملف جديد، الاثنين بيمروا على نفس المراحل، بس خلي بالك هنا الاثنين هعملوا نفس الحاجه، الاثنين انتراكت عادي. تمام، فالاثنين هيمروا على نفس الحاجه، ان انا هقوم عامل هنا جيت اد فايل 2، انت دير في فايل بس دوت تي اكس تي. تمام، فبالتالي خلاص هتلاقي دي اتغيرت. حلو، واجي هنا اقول له ان انا عندي ايه؟ اد، قصدي جيت كوميت داش ام وادي له دبل كوتيشن وليكن ابديت فايل واحد، وعملت تمام، وقال لك خلاص انت كده عملت ابديت للحاجه وبالتالي اتشالت. طيب تمام، تعالى ايه نبدا نحرك الفايل بتاعنا ده برضو للسيمي اريا ونعمل له كوميت ونبدا نشرح ايه اللي حصل بالظبط. هنقول له تمام، هنقول له جيت هنا اد. بس لو جيت تلاحظ عايزين نشوف حاجه كده مهمه جدا، لو جينا نعمل برضو ايه تعديل عشان تبقى الموضوع يبقى فارق اكتر من حته اللوج.
لو انا جيت هنا مثلا خليتها ايه اللون، حلو، وسيفت عادي، تمام، فهو رجع تمام زي ما هو. وجيت هنا قلت لك انا عندي جيت لوج، هنا عرض لي ايه الثلاث فايلات اللي انا عملتهم. انا عملت هنا اد اول حاجه فايل واحد، وبعد كده فايل اتنين، واخر حاجه عملتها ابديت للفايل واحد، وكده خلاص عملت ريك او عمل كوميت للفايل الاخير. تمام. لو انا جيت هنا قلت انا عندي جيت ستيتس، حلو، هيعرض لي هنا حالتين مختلفين للفايلات. اول حاله ان هو بيقول لك ان انت عندك موديفايد لفايل واحد، باعتبار ان انا غيرت الكونتنت. قال لك ان انت عندك تشينجز نوت ستيجد فور كوميت، وعندك ان تراكد للفايل. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق هنا في حاله ان انا عملت انشاء لملف جديد بيتعرف انه ان تراكد فايل. يعني ايه انتراكد فايل؟ يعني حاجه لسه جيت لسه شايفاها ما تعرفهاش، لسه هتعمل لها تراكد من اول وجديد. اه صحيح هما الاثنين بيمروا على نفس الخطوات، ان هما بيتحطوا في الستaging اريا ويتعمل لهم كوميت، بس عايزك تفهم الفرق ما بينهم. حرف اليو ده ان هو معناه انتراكد فايل، وده معناه ان الملف ده اول مره يعدي على جيت، او اول مره يتم انشاؤه. تمام. طبعا هيعدي بنفس المرحلتين. اما الموديفايد هو عباره عن ملف قديم كان معمول قبل كده، بس اتعمل عليه ابديت، او تعدل عليه في الكونتنت، او تعدل عليه في اي حاجه، بس هو كايه ملف قديم. وده الفرق ما بين الانتراك والموديفايد، والاثنين بيمروا بنفس الحاجه. فممكن نرجع هنا ايه، نرجع زي ما كنا عشان نشيل الموديفايد زي ما احنا، ونبدا ايه نضيف الملف الثاني، نقول له اد فايل، اد، نقول له جيت اد، نقول فايل باين 3 دوت تي اكس تي. حلو، وبالتالي هنعمل له كوميت برضه، نقول له جيت كوميت داش ام، نقول له دبل كوتيشن، ونبدا نقول له مثلا ايه اد فايل 3. هنشيل دي. حلو، تعالى بقى نبدا نشوف الهيستوري اللي حصل. تمام. هنيجي نبص هنا على الهيستوري، هتلاقي ان حاجه اسمها الهيد ماستر واقفه على الكومنت ده. تمام. حلو. وان في الكومنتس التانية اللي احنا عملناها، منها ان احنا عملنا كريت لفايل واحد وفايل اتنين، وعملنا ابديت لفايل واحد، وعملنا اد لفايل 3.